كابتن يوسف، أي تفسير لما شاهدناه في ال 45 دقيقة الأولى؟ طبعا شاهدنا اول شيء استحواذ، سيطره، خلقنا العديد من الفرص مع منافس يلعب اكثر شيء على المرتدات والتحولات السريعه، وشاهدنا الهدف الاول خطا في التموضع خصوصا من الجهه اليسرى من صلاح الدين بين رياض وحتى بونو احيانا، كيف اللاعب استغل المساحه. شوف هنا كيف دخل وكيف راوى، وشوف تموضع اللاعبين وتموضع الحارس ودخول المهاجم الى العمق وسجل هدف المفروض الفرص هذه يعني ما تمرش. لكن لحسن الحظ ان حكيمي اليوم قدم مباراه كبيره صراحه. حكيمي بطل هذا الشوط، الفرص كثيره ضيعناها هنا. دائما نشوف الظهير ايمن يكمل، شوف يصبح مكان مهاجم، وهذه قوه حكيمي انه بدنيا ما شاء الله عليه. ثم دائما في الجهه اليمنى يبدا الهجمه، هو اللي يبدا الهجمه، هو اللي ينهيها كمهاجم او كجناح او كوسط الملعب. وهنا الخطا اللي بغيت نتحدث عليه هو شوف عمليه ابعاد الكره. ابراهيم سيء جدا يا امين، سيء. اول شيء لا يدافع، ثاني شيء حتى في عمليه بناء الهجمه بطيء، يتمشى، الاخرين كلهم يركضون الا هو جالس يتمشى. هجوميا ما عطاو ولا اضافه. ولحسن الحظ كما قلت لك اليوم عندنا اللاعب اللي في احسن احواله حكيمي، مر تمريره ممتازه للاعب السايباري اللي سجل الهدف الثاني التعادل والثالث له. حكيمي لازم هو تاخذ قرار، يعني جاسم لازم يدخل، لانه دياز لم يقدم. دياز يتمشى ما يدافع ولا يعطيك الاضافه للخط الامامي.